فويس هلال. مساء الخير. مساء الخير رجا. مساء الخير رودولف، مساء الخير لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان، بالعالم العربي وببلاد الاغتراب. اليوم حلقة كتير حلوة وحماسية. طبعا حلقة مميزة جدا بوجود ضيفة مميزة جدا من المحيط للخليج، قدرت انه تأثر بنجوميتها على كتار من الفنانين. قد ما هي ذكية قدرت انها كمان تأثر على كبار النجوم بالعالم العربي يشاركوها بالغناء وبالتلحين. طبعا هي نجمة لبنانية عراقية خليجية عربية موجودة اليوم بصري بس. باختصار هي عطر الأغنية العربية، أو إذا بدك برنسيسة الأغنية. خلينا نرحب سوا بزقفة كتير كبيرة بالنجمة العربية شذى حسون. أكيد بدنا نرحب بالباند الموجودة معنا، باند 13 بقيادة إلي عقيقة. أهلا وسهلا فيكم بصري بس. أهلا وسهلا بشذى حسون، نورتينا ببرنامجنا سوري بس. أكيد مبسوطين كثير إنك معنا اليوم. أنا سعيدة أكثر وسعيدة أكون معكم رجا ورودولف، وسعيدة إنه هذا الجمهور اللبناني اليوم، كل الجمهور العربي بالأخص اللبناني دا يشوفنا اليوم، وكنت مشتاقة له هواية يعني. اليوم رح ترششي عطر لأنك بما إنك عطر الأغنية العربية. أنا دايما لما رشش عطر. شذى بالمقدمة قال لك رجا عطر الأغنية العربية. نعم. أنا قلت لك برنسيسة. ليش؟ أي أحلى لقب، عطر الأغنية أو برنسيسة شذى حسون؟ أنا شذى حسون بالأخير. هلا الألقاب إجت من الجمهور ومن الناس والمحبين. هلا كلهم حلوين، عطر البرنسيسة. عطر الأغنية إجا من المخرج توني قهوة. صحيح. وبرنسيسة إجا من البرنس. من الجمهور العربي. إنه في برنس الأغنية ماجد المهندس، برنسيسة شذى حسون أو لا ما خص؟ لا ما خص، بس إنه هو أمير الأغنية وأنا برنسيسة، هيك نادونا يعني، هيك عجبوني في تويتر ناس حطوها، وفي أحد الأغلفة في أحد المجلات العربية كمان قالوا البرنسيسة، فحبيت. حلو. شذى عم تقولي انه ماجد المهندس اكيد بنحييه، الفنان كثير بنحبه، كمان عراقي، هو امير الطرب او امير الاغنيه، كمان صابر الرباعي هيدا اللقب له. وانا شو خصني؟ انا شو خصني؟ قديش احلام ممكن تتضايق منك انه شذى حسون عملت برنسيسة وانا الملكة؟ لا، ما هي ملكة اوريدي، ليه بدها تعمل انا اعمل برنسيسة؟ ما لا ليه عاملين عليه ماجد صابر احلام؟ احكوا عني شوي. مين بعد في يقولوا؟ يلا خلصوهم هلا. لا خلينا نحكي شوي عن احلام لما تجمعك فيها احلام صداقة. صديقتي، احلام صديقتي، و احبها جدا يعني، فنانة طيبة، و كل اللي صار بيناتنا هو حبي، وعرفت أهلها يعني. أنا عرفتها غير فنانة، عرفت شلون صدا يعني علاقتي فيها غير يعني. لما تلتقي أحلام وشذى ما بيلتقي الفنانتين، فشهادتي مجروحة بأحلام، وأنا بحب فنها طبعا من قبل. كرمال هيك أحلام قليل يكون عندها أصحاب وأصدقاء، يعني لأنه معروف إنه أحلام صاحبة مشاكل إذا فينا نقول، وأنا صاحبة مشاكل، صرنا اثنين. مش هيك تتفقوا مع بعض شذى؟ لا أنت عندك مشاكل، والله قلبها طيب هي جدا، وبالعكس بس احنا ما يعني، أنا ما أريد أحكي عن أحلام، بس إنه ما نحب أحد يعني، ولا أحد يحب واحد يستفزه. نسيت اللهجة اللبنانية؟ بدك أحكي لبناني؟ إيه؟ يلا. ما أنا لأنه بيزعلوا العراقية. لا انه حتى هيك نكون كلنا يعني. يلا اوكي.
خلينا نجرب باللبناني، عم بعمل لك تيست يلا. اذا نسيتي او لا. لا ما بنسى، طبعا ما بنسى. قلت انه انت مشكلجيه شذا، مع مين بتعملي مشكل؟ معكم. غير معنا. مع حدا، بالعكس انا محبه، انتوا شفتوا يعني بعيونكم. بالعكس انا لما جيت على لبنان وانا هيك عم شوف الناس كلهم عم بيستقبلوني، وبالاخص الصحافه الحقيقه اللبنانيه اللي استقبلتني برحابه صدر وبحب، وهذا الشيء انا بفتخر فيه وبحبه، لانه عم بحس نفسي انه وسط عائلتي وسط اهلي. وانتم استقبلتوني، وصحافه ثانيه يعني سواء قنوات، سواء جرائد، مجلات. فهذا الشيء انا كثير بنبسط فيه يعني. شذا بحس منكم واليكم. نعم. شو هي هي؟ منكم واليكم والسلام عليكم. اليوم انت بلبنان، وطبعا معظم الفنانات العربيات بس يجوا على لبنان بيتغير حتى الشكل تبعهم، يعني من شعر، من ميك اب، من لبس. قد ايه لبنان هو مركز اساسي لمعظم الفنانات، وهل انت امتداد لاصاله وانغام واحلام وكثار من النجمات؟ شوف انا ابتديت في لبنان، انا ما تقارني باي فنانه ثانيه، عرفت شلون؟ انا ابتديت في لبنان، يعني انا لما غنيت اول قدام جمهور كان في لبنان، لما طلعت وصار اسمي فنانه كان في لبنان. وعشت في لبنان، وبعدي يعني انه عم بروح وبجي. هلا صحيح انه انا اليوم في دبي اكثر من لبنان، بس انا خلقت فنيا من لبنان، ومش بس فنيا، حتى مثل ما قلت تعلمت منهم ذوقهم الحلو. هذا اللي قصدته بسؤالي طبعا انه ايه؟ انت امتداد لهالنجمات مش بالفن. انت لانه قلت بس لما الواحد بيجي على لبنان، ما انا يعني بيجي وبيروح. انا يعني من صحيت انا بالمقدمه بس قلت انه شذا حسون فنانه لبنانيه عراقيه خليجيه 100%. ما تنسى مغربيه حتى ما يزعل الجمهور. طب هلا اذا بدي خيرك بين 4 باسبورات، في قدامك باسبور لبناني، باسبور عراقي، باسبور خليجي، باسبور مغربي، اي باسبور؟ خليجي لا اقدر اروح للكل. لانه مغربي ما بتقدر تروح الخليج، ولبناني ما تقدر تروح على المغرب، يعني كومبليكيتد شوي. فالخليجي بيقدر. جميع الاقطاب. شذا، اذا انت اليوم مدلله بشركه روتانا؟ مدلله؟ ليش لا؟ مدلله على حسب شغلي، ما في حدا مدلل، كل واحد لسه مدلله مبلا. ها؟ لسه مدلله، ما في حدا يعني. حتى انا قريت ليتلي هي عم بتقول انا مش مدلله، كل واحد على حسب شو بيشتغل، على حسب ما هي بتبقى شو. فترات، يعني فتره نجوى كرم كانت شمس الغنية اللبنانية هي المدلله لروتانا، رجعت اليسا، اليوم شذا. بحس انه عندك كل هالمقومات اللي عم تخليك تكوني انت مدلله، يعني عم تفرضي حالك بشغلي، بفني، باعمالي، باجتهادي، مش يعني ما في افرض نفسي بقوه، لا، باعمالي، بشغلي. والشركه عم تشوف شغلي الحمد لله ماشي منيح، وعم بيدعموني بالتي في، بالكليب، يعني في دعم فني، في دعم. انا بحب يعني اكيد الاستاذ سالم الهندي كمان. انا يعني مثلا اول البوم هو كان توزيع ما كان انتاج، بس تعاملت معي الحقيقه الشركه وكانه الالبوم هو من انتاجهم، كان في تعاون بيناتنا. يعني من اول ما التقينا وتفاهمنا على انه يكون في شغل بين بعض، كان في احترام وكان في موده يعني. شذا كثير من الفنانين عم بيغادروا الشركه لاسباب او لاخرى، يعني عم بيتركوا شركه روتانا وبيروحوا حتى ينجوا لحالهم، يعملوا كليبات، اغاني، البومات. انت هلا جددت كونترا؟ صحيح. مش غريب شوي؟ 3 ألبومات كمان. 3 كمان؟ ليه؟ مش غريب شوي التجديد؟ لا مش غريب، في اتفاق، في موده، في شغل. في فلوس؟ طبعا ما في. شوف ما في، هلا صار في بزنس، ما في شغل، ما في شيء بينعمل بدون مردود. قديش حق مادي. صوت شذا حسون؟ ما خص حق صوت، اليوم ما بقينا بنشتغل بحق صوت، اليوم بنشتغل في حفلات. يعني اليوم طبعا صار إدارة أعمالي هي روتانا، لما أنا بتكلم أنا وأي فنان موجود متواجد في روتانا. يعني اليوم شركة روتانا لا تعتمد فقط على المبيعات تبع السيديهات أو هاي، في اليوم لازم تعتمد كمان على حفلات الفنان.
فطالما انا اليوم الحمد لله يعني حفلاتي او بروجرامي مفول، طالما علاقتي حتكون دائما جيده مع روتانا. اول ما حيصير فيها حقكم. نحن كذا كمان بدورنا بدنا نحيي ابو فواز الاستاذ طبعاً. سالم الهندي على كل المجهود اللي عم يعطيه لعدد أكيد. من الفنانين، وكمان هو بينصح عدد من النجوم بشركه روتانا كمان باختيار الاغنيات ببعض الاوقات، بعكس شذا اللي هي مصره دائما تختار اغنياتها لحالها. لا والله شوف، انا احب اشتغل، يعني انا بالاخص البومي احب اشتغل، وهيدا كان من ما بدي اقول له شروط، بس انه لما اتفقنا انا واستاذ ابو فواز حبيت، قلت له انا بدي اشتغل على البوم. يعني انا كان ممكن ناخذ اي منتج منفذ وهو يروح يجيب لي اغاني ويروح ويجي ويسمعني وبقعد وانا قاعده ما بعمل شيء، بس لا، انا بحب انه اروح انا اسمع، بحب اروح انا اختار، بس طبعا دائما بمشاركة كثير ناس بحبهم، سواء داخل روتانا أو برا روتانا، اللي عندي ثقة فيهم فنيا طبعا. بس هيك ما بتكون ضيعت شوي من برستيجك؟ انه لأن الفنانة دائما او الفنان لازم يكون في عنده مدير اعمال يتكل عليه بامور، شذا انت تشتغلي وحدك، ما بتقبل يكون عندك مدير اعمال يملي عليك شو بدك تعمل. شوف، ما حد يكذب عليك، ما في فنان أو فنانة ما بيشتغلوا لحالهم. هلا في ناس بيشتغلوا إلهم، بس أنا بجتهد حقيقة. أنا ما خصني في كل الباقين، ويقولوا برستيج ما برستيج ما بيهمني. أنا اليوم نيو جينيريشن، نيو سبيريت، بشتغل، بقوم أنا لنفسي أعمل الشيء، أعتمد جدا على نفسي. طبعا اللي بده يجي يساعد أهلا وسهلا فيه، بس أنا إنسانة عصامية من أول ما ابتديت لليوم. لا أعتمد على أحد، أحب مساعدة الآخرين، بس إنه ما بقدر اقول لك لا بدي انطر لحد يجي، لا. نيو جينيريشن مش ضروري هذا البرستيج وبدي اجي ولا لازم ابعت نو نو نو، انا مش هيك. كذا بما انك عم بتقولي انه انت من الجيل الجديد وعندك روح جديده بالغناء وهيك، هل كمان استغليت الذكاء اللي عندك اياه لتوصلي لعدد كبير من النجوم والنجمات وتبني صداقات وعلاقات وتستغلي هذا الشيء بتنفيذ اعمال لإلك؟ حلوه هي، استغليتي ذكائك. طبعا واحد لازم. حلوه جميله. ما هو ما مستغل، هو ذكائي ليه بدي استغله؟ في عندك ناس ما بيعرفوا يستغلوه. هو مش ذكاء. شوف، هي ممكن نقول سوشيال ميديا، علاقات، او بي ار ممكن. بس ولا حدا من الفنانين عنده هول العلاقات اللي عندها اياهم شذا. يعني بالخليج هي رفقه مع فايز سعيد، احلام محمد عبده. بلبنان يعني كبار الخليج، بلبنان هي رفقه مع موسيقار لبنان ملحم بركات. بمصر يعني بكل محل عندك الكبار حدك. اصدقائي، شوف انتبه، مش ضروري يكون في شغل بيناتنا، بس صار مع مش الكل ضروري. في شغل. صار في شغل مع الكل. بخاس يعني، بس انه علاقتي جيده معهم والله. شوف، هم ما بيعطوا غير لانه اولا مامنين اكيد بموهبتي، وعلاقتي جيده معهم، يعني في محبه يعني بيني وبينهم. انسى الذكاء. هلا الذكاء عند كل واحد مثل ما قال رجا، بس كل واحد بيستعمله بطريقته. هو محبه، والله محبه، وانا كثير مهضومه وطيوبه. رجا خلينا ناكد. خلينا ناكد للناس انه فعلا انه ليه عم بتقولوا ذكاء؟ قولوا انه هيك طيوبه، مشان هيك انه اصحاب معي وهي، انه ليه ذكاء وليه لا اكيد إنه اكيد طيوبه ومهضوم وكتكوته، مشان هيك كلنا اصحاب معه. والدليل على هيدا الشيء ريبورتاج رح نشوفه. يلا